هو الكلام ده بجد ولا ايه؟ السنغال تاني؟ تاني ايه؟ ده رابع. انت عايز مني ايه؟ عايز مني ايه؟ طب يا جدعان، السنغال كسبت العراق 5-0 عشان العراق تودع كأس العالم رسميا بعد 3 خسارات متتالية، والسنغال بتتحط في قائمة أفضل ثلاثي. يعني مصر لو كسبت ماتش إيران وتصدرت المجموعة بتاعتها 99% و9 هنلاعب السنغال في دور 32. ادي يا باشا قائمة أفضل ثلاثي. يا نهار أبيض على السيناريو! إيه يا جدعان السيناريو ده؟ لا 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 لا، مش ممكن. المشكلة كلها مع السنغال ان هي فاكرة ان هي كسراك نفسيا. خرجتك من نهائي افريقيا، وحرمتك انك تصعد كاس عالم، وخرجتك من نص نهائي كاس افريقيا اللي فات. ففاكرة يا باشا ان هي خلاص انت ما تقدرش عليها، فهي مفكرة ان هي كسراك نفسيا 3 مرات متتالية. فحرام لو حصل بجد، حرام ان احنا نخسر. هيبقى سيناريو مضحك، هيبقى سيناريو بجد يعني محدش هيقدر يستحمله. منتخب مصر لو هيلاعب السنغال ويخسر تاني، فانا اكرم لي واهون عليا ان هو يصعد تالت ويلاعب فرنسا ويخسر منها. اقسم بالله على الاقل اهون بكتير.